ابو التاكسي سيارة الأجرة، تدري صار عندك راتب تقاعدي لو ما تدري؟ اكيد ما تدري. اليوم انا الاستاذ وحد الدين، نقابة العمال في كارفور. نعم. شنو هالموضوع؟ ما سائق التاكسي راح يصير عنده راتب تقاعدي؟ احنا قبل نعاني هذه النقطة، اخواننا وابنائنا سواق التاكسي كانوا يقولون يابا احنا نريد ضمان، نريد بانه حالنا حال اي موظف يصير بعد سنوات عمره، من يوصل عمره الكبير 60 سنة 70 50 سنة يطلع التقاعد. هسه القانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 عام 2023 صار نافذ المفعول. اي واحد سايق تاكسي سايق دراجة يقدر يضمن نفسه بمبلغ بسيط، يبدأ من 17 ونص، تيجي تدفع كل شهر يا 17 من يوصل عمرك 60 سنة ويطلع تقاعد، ويضمن لك حياتك ويضمن لك إصابتك، يضمن لك حياة جهالك. وين يراجع؟ يراجع شو اسمه تقديم مباشر عن طريق شبكة أور. هم يجي يمنا يستفسر، احنا مستعدين، أبوابنا مفتوحة وقلوب. نقابة العمال صايرة، اتحاد نقابة العمال في كركوك، شارع مستشفى الأطفال، وإحنا حاضرين أي خدمة. وإن شاء الله هذا بشارة نتمنى كل واحد يستوعبها ويقدم بها، ولا يظل مثلا متعاقس أو ما يقدم بها. وشكرا جزيلا. ابو التاكسي ايش منتظر؟ تروح قدم حتى يصير عندك راتب تقاعدي. وعد تقول ادور تعيين ما تعيين، صار عندك تعيين. لا حتى اذا تعينت باكر عقبه تقدر تضيف هذه الخدمه الى شو اسمه الخدمه المدنيه. حلو. للعلاوه والترفيع والتقاعد. كم سنه يصير عندك؟ اي نعم. ايش منتظر؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله كلهم راح يجون. بارك الله. تحياتي. بارك الله. تحياتي. يا هلا مرحبا.